الأهلي يوجه دعوة لعمرو السولية بعد 30 يوليو الحضور إلى مقر النادي الأهلي لحفل تكريمه على مسيرته المميزة مع النادي الأهلي. صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي وصلت إلى مراحلها النهائية وجاري صياغة العقود في الوقت الحالي، والصفقة تمت بنسبة 100%، والإعلان الرسمي سيتم بعد انتهاء اللاعب من إجراء الفحص الطبي. الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي تفاوض مع أحمد حسن كوكا واتفق معاه بشكل مبدئي، وما زالت هناك محاولات لإقناع ريبيرو اللي رافض ضم اللاعب، وفي حالة عدم ضم كوكا مفيش مهاجم وسيتم استكمال الموسم بمحمد شريف وجراديشار. النادي الأهلي يخطط لخوض مباراتين وديتين مع أندية الدوري المصري خلال الأيام المقبلة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد. وكيل رضا سليم يجلب عرضا خليجيا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم. سبب عدم رحيل محمد عبد الله عن الأهلي احتمالية غياب محمد عبد الله عن صفوف الفريق لفترة قد تتجاوز الشهرين بسبب استدعائه للمشاركة مع المنتخب المصري للشباب تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية. رحلة كبيرة من العطاء والالتزام، الأهلي يودع كريم نيدفيد. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن انضمام الثلاثي مزدوج الجنسية كريم أحمد من ليفربول وكاميرون إسماعيل من أرسنال ورضوان حمزاوي من أوكسير لمعسكر منتخب مصر الشباب استعدادا لكأس العالم للأندية. النادي الأهلي يفوز على البنزرت في المباراة الودية الثانية في تونس بنتيجة 5-0. سجل تريزيجيه هدفين، وسجل محمد شريف هدف، وسجل كريم فؤاد هدف، وسجل أشرف بن شرقي هدف. الكابتن محمود الخطيب هو من يتولى ملف تجديد عقد اليو ديانج بالكامل. بعثة الأهلي ستعود من تونس صباح الأحد. الفريق سيحصل على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من تونس لينتظم في التدريبات مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل. رسميا نادي الكويت يعلن تعاقده مع المصري سام مرسي، وبكده سام مرسي سيتواجد مع المنتخب في المعسكر استعدادا لبطولة العرب. الموهبة أحمد خالد باقة إعارة لمدة موسم لنادي زد. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصل مرانه اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة تباركة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ولو وصلت للآخر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى.